أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر BN سبورتس، طابت اوقاتكم بكل خير واهلا وسهلا بكم معنا في بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 من العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدا في الملعب المونديالي استاد ثمامة. هنا في لقاء هذه الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة، أسود الأطلس وصقور الخضر وجها لوجه من خلال هذه الجولة الأخيرة. المنتخب المغربي الذي ضمن التأهل مسبقا برصيد 6 نقاط رائد هذه المجموعة بالنسبة لأسود الأطلس بعد انتصار على حساب الأردن وعلى حساب فلسطين، بينما الأخضر السعودي في هذه المواجهة يتواجد في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد خسارة أمام المنتخب الأردني أمام النشامة، ثم بعد ذلك التعادل. المنتخب المغربي كرة عرضية ولكن وكرة أولى قوية ومرور الكرة فيها لمسة للأمام باتجاه أمامنا الرقم 8 أيمن يحيى، يحاول فيها أيمن يحيى ولكن بسبب اتجاه الحمدان، تمريرة بينية كرة إلى فراس، لكن حاول المنتخب المغربي محاولة وكرة قوية تسديدة تأتي قوية من أيمن الحسوني تسديدة كرة مغربية. سفيان رحيمي خطيرة، فرصة سقوط موجود وحكم المباراة قائمة الحسوني، تمريرة رحيمي سفيان كرة تضرب في راس البريكان، تغطية موجودة من جانب الدفاع، ثم بعد ذلك حكم المباراة هنا أمامنا على طول يشير إلى وجود صافرة وخطأ من حكام النخبة على مستوى. تمريرة ثم كرة عرضية، ضربة راسية في منتهى الخطورة الكرة الماضية من كرة عرضية. الأسود كادت أن تبدأ العرض هنا من خلال هذه المواجهة. الكرة جاءت عن طريق أمامنا القحطاني محمد القحطاني، ثم بعد ذلك خطأ. نشوف شاب رابطة سفيان يحاول، لكن سعود عبد الحميد ينجح في التغطية وإبعاد الكرة الماضية. خطير جدا هذا. سفيان رحيمي يلعب في الزعيم الإماراتي مع نادي العين الإماراتي، واحد من التمريرة باتجاه سفيان رحيمي يحاول، لكن التغطية ممتازة جدا من جانب علي نجرشي بالقوة، يتدخل. الكرة ترسل عرضية لمنطقة الجزاء، ولكن العرضية والكرة القوية البواتي يمنع فتوحي من افتتاح التسجيل. يا له من تصدي للمنتخب السعودي. كرة عرضية إلى منطقة وانطلاقة فراس لبريكان الماضي الأهلي السعودي. كرة ترسل طويلة عالية هنا إلى إدريس فتوحي، يحاول فيها إدريس، تغطية موجودة من جانب الدفاع، ثم بعد ذلك سقوط موجود. وحكم المباراة هنا في هذه اللحظات إذن يشير إلى وجود يوقف اللاعب دون أن يحتسب خطأ في اللقطة الماضية. تأتي ما زالت عند العمار، يبحث عن المرور ولكن لا ينجح. على طول بامعمر يتدخل. الكرة العرضية باتجاه فراس بريكان عن طريق من الجميع، تقدم للدفاع. كرة عرضية بوبتيني بالراس ولكن تعدي، مرت بسلام الكرة. المباراة الأول من هذه المواجهة، كرة في انطلاقة من الجهة اليمنى. حكم المباراة القريب على طول هنا يشير إلى وجود صافرة، أعتقد أن فتوحي يلعبها قوية بعيدة جدا، بتمر وتعدي إلى خارج الملعب إلى تماس رمية جانبية. يعتذر فتوحي. سريعة مغربية خطيرة، محاولة، فرصة ركلة جزاء. البوارتي يقع في المحظور، يقع بالمغربي البركاوي جول للأسود.
عن طريق كريم البركاوي. البركاوي من علامة الجزاء حطها على طول ووضع منتخب بلاده في المقدمة. كرة على طول جاءت قوية من جانبي البركاوي من علامة الجزاء، يضع علامته ويضع الأسود.